أواخر سورة العنكبوت. يقول ربي عز وجل فيها: يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. ثم قال القارئ: كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون. ثم بدأ القارئ يصف لنا بعض صفات المؤمنين، ومن بين هذه الصفات أيضا الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون. نعم أخوة الإسلام، الله سبحانه وتعالى عندما بين لنا في قرآنه في سورة البقرة بنداء إلى جميع المؤمنين فقال: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة. قدم سبحانه الصبر على الصلاة. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر، استعينوا على قضاء حوائجكم، استعينوا على المصائب والشدائد والمحن بالصبر، إن الله مع الصابرين. ثم يقول في آيات أخرى: إن الله يحب الصابرين. ثم يقول أيضا: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. ثم بدأ الله سبحانه وتعالى يقول لنا: ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. والذي جئنا هذه الليلة لنكرمه بآيات من الذكر الحكيم هو شهيد، ليس كونه كان يقاتل في سبيل الله، وإنما كان ذهب إلى إحدى البلاد من أجل لقمة العيش، من أجل أولاده، من أجل أهله. ورسولنا صلى الله عليه وسلم يعلمنا في حديثه الشريف: من مات دون أهله فهو شهيد، ومن مات دون ماله فهو شهيد، ومن مات دون عرضه فهو شهيد. فنحسبه عند الله سبحانه وتعالى أن يكتبه في سجل الشهداء يوم القيامة، في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. ثم نأتي إلى القرآن الكريم أيضا لنجد أن الخالق جل في علاه يعقد لنا اختبارا، يعقد لنا امتحانا: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. ذكر الله سبحانه وتعالى أن من بين الصابرين الذين يصبرون عند فقد أولادهم، الذين يصبرون عند فقد أحبابهم، الذين يصبرون عند فقد الآباء والأمهات. يقول ربي: وبشر الصابرين. بأي بشرى يا رب؟ الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. وهذه
هذه المصيبة الذي نأخذ عليها الأجر والصبر الجميل هو الصبر الذي يكون عند الصدمة الأولى. وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. أيها السادة، أيها المؤمنون، أيها الموحدون، اعلموا بأن آخر لباس نلبسه هو الكفن، وأن آخر سيارة نركبها هو النعش، وأن آخر مسكن نسكنه هو القبر، والقبر إما روضة من رياض الجنة وإما حفرة من حفر النار. فيا من صبرتم على فقد أولادكم أبشركم بحديث المولى عز وجل في حديثه القدسي في الحوار الذي دار بينه وبين الملائكة: يا ملائكتي، يا ملائكتي الكرام، عندما قبضتم ثمرة فؤاد العبد ولده الوحيد، ماذا قال عبدي؟ والله أعلم، والله أعلم بكل صغيرة وبكل كبيرة. تقول الملائكة في حوارها مع ربها: يا رب حمدك واسترجع، قال الحمد لله، إنا لله وإنا إليه راجعون. هنا يستر المولى جل في علاه أمرا ربانيا: يا ملائكتي ابنوا لعبدي بيتا، ابنوا لعبدي قصرا في الجنة وأطلقوا عليه قصر الحمد. وهناك فرق بين قصر في الحياة الدنيا بناه البشر للبشر، وبين قصر في جنة عرضها السماوات والأرض بناه الملائكة. لمن؟ للذين صبروا. فيا أخوة الإسلام، علينا جميعا أن نصبر ونحتسب كل ما فقدناه. وفي آخر حديثي، حتى لا أطيل على حضراتكم، أدعو الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذه الليلة من أسعد لياليه، وأن يكرم نزله. اللهم إن كان محسنا فزد في إحسانه، وإن كان مسيئا فتجاوز عن سيئاته يا رب العالمين. وأدعو جميع الحاضرين أن يقرأوا الفاتحة على روحه، إنه سبحانه وتعالى نعم المولى ونعم النصير. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.